هجرب معاكي النهارده اللوبيا المجمده بتاعه بسمه. طبعا احنا عارفين اللوبيا بنجيبها ناشفه ونفضل ننقعها ليله كامله وبعدين نسلقها عشان نجهزها ونطبخها. اللوبيا المجمده بتبقى على طول على الحله، مش محتاجه تنقعي ولا تسلقي. اول حاجه كده معايا بصلتين حجم وسط هضربهم في الكبه فرم خشن يا بنات. الطبيخ المصري بيحب الفرمه بتاعه البصله تبقى خشنه شويه. بضرب واوقف واضرب واوقف لحد البصله بتاعتي ما تتخرج. على البوتاجاز هحط حله احط فيها معلقتين زيت معلقتين سمنه واسيبهم يقدحوا مع بعض شويه. بعد الزيت والسمنه ما يقدحوا مع بعض دقيقتين 3 كده بنزل عليهم بالبصل اللي خرطناه في الكبه. بقلب في البصله لحد ما تاخد لون اشقر فاتح كده يا دوبك، بس اول ما تبدا تلون هنزل عليها على طول بقرن فلفل اخضر. حطي بقى حامي حطي رومي زي ما بتحبي. بعد كده بكون شطفت اللوبيا شطفه واحده بس تحت الميه، انزل منها التلج وانزل بيها على طول على البصله. شوحيلي بقى اللوبيا حبه حلوين كده مع البصل والفلفل واديها رشه فلفل اسمر، وبفضل اقلب فيها على البوتاجاز حوالي 10 دقايق. اخليها كده تخشخش في الحله تشرب من ريحه البصل والسمنه والفلفل وتحسيها كده بدات تاخد لون معاكي. الخطوه دي مهمه جدا بتفرق معاكي في طعم الطبيخ. وغير كده كمان اللوبيا عمرها بالطريقه دي ما تنشي منك في قلب الصلصه، هتفضل كده الحبه بحبايتها والصلصه بتاعتها رايقه وحلوه. هنزل بقى بنص معلقه ملح، نص معلقه اكل كده ملح. انا عايزه كل حبايه لوبيا تبقى شايله من طعم التوابل والملح والبصل والسمنه، مش مجرد ريحه واخداها من صلصه الطماطم. وخلاص كده هننزل بالصلصه. معاكي نص شفشق طماطم مضروبه ومتصفيه، اللي هو تقريبا حوالي نص كيلو طماطم مضروبه ومتصفيه، وهحطها عليها. وهحط كمان معلقه صلصه بس عشان لون الطماطم يبقى احمر معايا وحلو كده. القطه الايام دي مش قد كده بتبقى لونها مصفر، فبنديها معلقه صلصه نص معلقه بابريكا عشان بس تظبط اللون. بوطي عليها بقى واسيبها لما تتسبك خالص. سيبيها على نار هاديه لحد ما تلاقي السمنه اللي احنا حطيناها نطرت كده على وش الصلصه من فوق. هي كده اتسبكت معايا تمام قوي، بس لسه اللوبيا محتاجه سوا. هنزل عليها بكوبايتين شوربه واقلب كويس عشان القعر بتاع الحله ما يلزقش معاكي، ووطي عليها النار زي الشمعه وغطيها وسيبيها تستوي. الطبيخ المصري بتاعنا ما بيتسواش على نار عاليه، بتسيبيه على نار هاديه خالص زي الشمعه لحد ما يستوي، كانك بتدمسي فول بالظبط. حله تانية على البوتاجاز بقى وهنزل بنفس معلقتين الزيت وحته زبده صغيره. هي جت معايا كبيره شويه فشلت منها حته، وهسيبهم لما يقدحوا مع بعض كده. وهنزل بكوبايه شعريه. انا بحط مقدار الشعريه والرز التلت والتلتين، يعني هتحطي كوبايه شعريه تحطي كوبايتين رز. انا حطيت كوبايه شعريه وحمرتها كويس جدا مع السمنه والزيت، نزلت عليها بكوبايتين رز او مقدارين رز بنفس الطبق اللي انا حاطه بيه الشعريه. بقلب بقى الرز مع الشعريه كمان دقيقتين 3 لحد كده ما يشرب بكل السمنه والزيت وتلاقي الرزايه بتلمع قدامك في الحله. بقلب بقى كويس وبديله الملح بتاعه وبظبط حياقه. الخطوه دي مهمه جدا ما بتخليش الرز يعجن منك. وبعد كده بنزل عليه بمعيار الميه. احنا حاطين 3 كوبايات، كوبايه شعريه و2 رز، بحط لهم كوبايتين ميه. بتكوني مجهزه الكاتل جنبك في معيار الميه بتاعك بيغلي، او حتى حله صغيره على اي عين فاضيه عندك في البوتاجاز. وبرضه بوطي عليه خالص زي الشمعة وبسيبه لما يتشرب. الرز بتاعي اتشرب اهو واتردد معايا خلاص. بعرف ازاي انه استوى، بخبط كده على وش الحله بالمعلقه الخشب بتاعتي تسمعي صوت رنه الرز. الرنه دي معناها ان الرز بتاعك استوى من فوق زي من تحت. ادي كمان اللوبيا خلصت معانا واستوت، وشايفه طبعا التسبيكه ولونها التحفه وريحتها ايه بقى ما اقولكيش، مفحفحه وجايبه اخر الدنيا. احلى طبق رز بالشعريه ممكن تاكليه في حياتك، ولا غلطه. مفلفل ومبدور الواحده بوحدتها. الشعريه لونها ايه دهب، واللوبيا شايفه جمالها ولونها متسبكه وحاجه كده عسل. طبيخ الشتا يا بنات الحلو اللي بيدفي. بصي بقى طعمها سكر زي اللوبيا البلدي اللي بتجيبيها ناشفه بالظبط، بس دي بتنجز معاكي في الوقت اكتر لو مستعجله في يوم على الغدا ولا حاجه. دايما بخلي منها عندي في التلاجة كيسين 3 كده في الفريزر لاي وقت اكون مستعجله فيه على الغدا. طعمها حلو قوي يا بنات، وتحسيها كده متجهزه زي ما بنجهزها في البيت، منقوعه ومسلوقه ومغسوله ومحطوطه في الكيس على الطبيخ على طول. سعرها كمان اوفر من اللوبيا الناشفه اللي بنشتريها، يعني الكيس ده 400 جرام تقريبا، انا كنت جايباه ب25 او ب27 جنيه. انا شايفه ان هي فكره حلوه ومعقوله، يعني لو انت كل شهر بتطبخي اللوبيا مرتين او 3 هتجيبي لك كيسين او 3 وتخليهم عندك في الفريزر جاهزه ومنجزه ليكي لو انت مستعجله ولا حاجه. بس كده حبايبي ده الفيديو بتاعي النهارده. يا رب فكره اللوبيا المجمده دي تكون عجبتك. جربيها واكتبي لي رايك في الكومنتات. انا متاكده لو جربتي طريقتي في طبيخ اللوبيا هتعجبك جدا. وما تنسينيش بقى بلايك والشير وسبسكرايب وتفعيل زر الجرس للقناه لو محتوى قناتي بيعجبكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.